الناس اللي بتسألني على ازاي اعرف ان الحمامة هتبيض. من الحاجات اللي بتخليك تعرفك ان الحمامة هتبيض اول ما تبص تلاقي الذكر بيجري وراها. يعني اول الذكر ما ينقر فيها ويجري وراها اعرف ان شاء الله بنسبة كبيرة ان الحمامة دي هتبيض. ليه بقى؟ هو دلوقتي بيحاول ان هو يجريها وراه وينقر فيها، بحيث ان هو بيعرفها العش. يعني اول ما تلاقي الذكر بيبدأ يجري ورا الحمامة بتاعته، ورا النتاية بتاعته، اعرف ان شاء الله بنسبة كبيرة ايه الذكر ده ان شاء الله عايز الحمامة تبيض. يعني معايا، بصوا معايا حضراتكم الجوز ده مثلا اهو، هتابع الجوز ده معاكم كده اهو. بص هو بيجري وراها ازاي، مش عاتقها اهو. اول ما يبدا يجري وراها كده اعرف ان هو كده عايزها تبيض. ان شاء الله خلال يومين او ثلاثه هتبيض. الذكر اللي هو الكينج ده اهو، والازرق والنتايه البيج. بص حضراتكم بيجري وراها ازاي اهو. اول ما تلاقي ان الذكر بيجري ورا النتايه كده ومش عاتقها وقاطع نفسها وبينقر فيها، اعرف ان هو بنسبه كبيره ان شاء الله ايه الجوز ده هيبيض قريب. دي من العلامات اللي بتخلي لك لازم يكون المكان بتاعهم جاهز. يعني ادام عملوا كده اعرف ان ايه لازم المكان يكون جاهز. يعني بص هو حضرتك اهو جرى وراها لحد ما وداها فين لحد ما وداها عند العش بتاعها. هي واقفه على العش بتاعها اهو. هو كده بيقول لها ده المكان اللي انت هتبيضي فيه. خلال ايام هتبص تلاقي ان شاء الله ايه الحمامه نزلت في العش ده وباضت. يعني حضرتك اول ما تلاقي الذكر بيجري ورا النتايه، بيجري وراها وبوديها على المكان او بوديها على مكان معين. لو وداها على حته فاضيه كده في العش اعرف ان الحته دي هي اللي هتبيض فيها. فلازم حضرتك، لان في حمام كتير ما بيجمعش عش. يعني هو ايه، بيقعد الذكر يجري ورا النتايه ويجري وراها ويوديها في المكان ده هي اللي هتبيض فيه. ممكن ما يجمع لهاش قش. يعني الحمام ده انا اللي حاطط له القفص البلاستيك بتاع الفاكهه ده، وحاطط له فيه الايه، وحاطط له فيه القش. فهي كده ايه، ده يعتبر العش بتاعها. ده وقفت خلاص، ادي ذكرها، الذكر الازرق اللي واقف تحت ده، والنتايه اللي هي واقفه على العش اللي هي النتايه البيج. دول لسه ايه، لسه متجوزين. بص حضراتكم، هو بص اهو، هو دخل العش وبدأ يزوم لها في العش اهو. يعني بيعرفها ان ده ايه عش الزوجيه بتاعنا. زي الراجل عندنا ما بيحضر الشقه كده، هو برضو الحمام هو اللي بيحضر العش. الذكر هو اللي بيحضر العش وبيعرف النتايه ان ده المكان اللي هتبيضي فيه. انا بقول المعلومه دي ليه؟ لان في ناس تقول لك الحمام بيبيض على الارض. لو حضرتك لاحظت قبلها بيومين قبل ما يبيض اعرف ان الذكر والنتايه اتجمعوا في مكان كده على الارض. المكان ده هم اللي هيبيضوا فيه. طب لو حصلوا باضوا منك على الارض تعمل ايه؟ لو باضوا منك على الارض بتحط البيضه في طاجن، او تجمع حواليها شويه قش، او تجمع حواليها قلبين طوب وتحط في قلب البيضه في شويه القش والقلبين الطوب. هتبص تلاقيهم ان شاء الله بنسبه كبيره باضوا في المكان ده. فحضرتك اول ما تلاقي ذكر بيجري ورا النتايه بتاعته بيجمع في مكان، اعرف ان المكان ده هم بنسبه كبيره هم اللي هيبيضوا فيه. ماشي. يعني بص هي حضراتكم طلعت اهي، بص هو طار وراها اهو. خلينا معاهم تاني برضو اهو. بص اهو، مش رحمها يعني. بص بينقر فيها وبيجري وراها، هو بيعرفها تعالي هو ده مكانك اللي انت هتبيضي فيه، وبيجري وراها. دي بنسبه كبيره من يومين ل3 ايام ان شاء الله هتبص تلاقي ايه ان شاء الله الحمام ده باض معاك. بص انا متابعهم حتى اهو حضراتكم، الذكر الازرق اهو والنتايه بتاعته البيج. بص هو مركز معاها مش سايبها خالص. دي بسم الله ما شاء الله، ديت من الحاجات العلامات اللي تعرفك ان الحمام ان شاء الله بيت. فيه جوز تاني اهو. بص كمان برضو جوز تاني عاوز تشوفه اهو. جوز تاني اهو، الحمامه الكنجيه دي والذكر الروماني بتاعها. بص اهو، هتابعهم برضو واجري وراهم اهو. ده بص الذكر اللي هو الروماني، الذكر البني ده، ونتايته النتايه الكنجيه. ايه النتايه الكنجيه دي؟ اعرف كده برضو ادام هو بدا ينقر فيها ويوديها. بص هيوديها على العش بتاعها. فين العش بتاعها بقى؟ عايز تعرف هي هتبيض فين اهو، هوريك انا هو العش بتاعها فين اهو. ادي العش بتاعها. بص حضرتك اهو، هو كده بيعرفها ان ده العش بتاعك وده ايه المكان اللي انت هتبيضي فيه. سبحان الله، دي من العلامات اللي بتخليه الحمام. لازم حضرتك تبقى مركز معاه، ولازم حضرتك تبقى عينك عليه وعارف ان الحمام
هيبيض امتى وهيبيض فين والمكان اللي هيبيض فيه. دي حاجات لازم حضرتك تبقى عارفها وحضرتك ايه لازم تبقى شايفها. بص يعني جوز الحمام دول جم فوق القش اللي انا عامله، كان في ربطه قش كده، لقيتهم بيجمعوا اهو. جوز الحمام ده دي لحم فرنساوي وده ذكرها روماني، لقيتهم بيجمعوا في المكان ده، فهيجمعوا ويبيضوا فيه. كان البيض هيقع من على القش، فجيت انا مجمع لهم، حاطط لهم القفص اللي ايه البلاستيك ده فوق القش. هعمل ايه؟ هم ايه ما حلت لهمش مكان البيضه اللي في المكان ده. يعني سبحان الله، سابوا العشه كلها وجم فوق القش ده وقال لك عايزين نبيض. فانا لما لقيتهم هيبيضوا على القش، فكان العرضه ان البيض ممكن يقع يتزحلق من على القش ده. القش ده في حته عاليه شويه فوق العشه اهو، فلقيته عرضه ان هو يتكسر. طب ايه الحل؟ الحل جيت جايب القفص البلاستيك ده وحطيت فيه البيضه الاولانيه، جات الحمامه ايه جمعت وراحت فيه باضت البيضه الثانيه. انا بعرف حضرتك ليه ما تحاولش حضرتك تهدر بيضه، يعني ما تحاولش حضرتك بيضه تتهدر منه. لقيت الحمام باط في اي مكان عشوائي كده، حضر له انت المكان وظبطه له وحط له المكان، حاول تظبطه. يعني الحمام لو كان باط فوق القش ده كنت انا خسرت الايه، خسرت الزغلولين دول. بص زغلولين جمال اهو، زغلولين جمال اهو. لو الحمام كان باض على القش كان اي حركه هيزحلق هيوقع البيض. ولو انت نقلت البيض في مكان تاني مش راقد عليه، لو انت عملت البدع، يعني لو جبت البيضه دي حطيتها في مكان تاني، ما هو سبحان الله في المكان اللي حط فيه البيضه هو المكان اللي هيرقد عليه. فانت بتيجي حاطط، مجمعت له شويه قش وحطيته في القفص ده، قفص البلاستيك ده، وجمعت له، ربنا كرم الزغلولين حلوين اهم وكبروا وبيطلع لهم، والله بيطير لهم على الحته العاليه دي اهي. الحته دي لو حضراتكم عايزين تشوفوها فوق العشه اهي، فوق انا عامل عشه حمام، ففوق العشه ده بص بطي. يعني انا كنت حاطط له قفص اهو، القفص اللي على الشمال ده كنت حاطط له القفص اللي على الشمال ده يبيضوا فيه، سابوا القفص وراحوا يبيضوا لي على القش فوق. فاضطريت ان انا احط القفص البلاستيك واربطه بحبل عشان ما يتحركش، وفضلت مركز معاهم لحد البيض ما طلع والزغلولين طلعوا. ديت بس فيديو بسيط عن لو الحمامه باضت على الارض او باضت في مكان عشوائي تتصرف ازاي. لو عجبك الفيديو دوس على لايك. انا بحاول والله اجيب لكم الغلطات اللي انا ممكن وقعت فيها قبل كده وانا لسه بتعلم، وبحاول اجيب لكم العلاج بتاعها. حاولوا تشتركوا في القناه. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله.